أهلا بيكم في فيلم جديد. وقبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكبر الشاشة ويلا بينا. حكايتنا بتبدأ يوم 31 ديسمبر سنة 2011 مع شاب اسمه يانج، وهو ماشي في الحديقة ومستني المطر ينزل لكن بدون أمل. وتاني يوم بيفتح محل المظلات بتاعه وبيكون بيتعامل مع الناس بشكل لطيف وواضح إنه بيحب شغله جدا. وبنرجع بالزمن لسنة 2003، أيام لما كان يانج طالب في مدرسة ثانوي وبيكون فاشل في الدراسة وعاد السنة 3 مرات ورا بعض ومش عارف يدخل الجامعة. وبعد المدرسة بياكل من عربية في الشارع وزميلته أون بتيجي تاكل معاه وبترخم عليه عشان يدفع تمن وجبتها، وبتفضل ماشية وراه لكن يانج بيتضايق لأنها بتتطفل عليه لازقة يعني، فبيهرب منها وبيركب الأتوبيس وهي بتبصله وتضحك. وبنروح لورشة مان أبو يانج واللي بيكون شغال في المنتجات الجلدية، وهناك بيكلموا ابنه الكبير يونج واللي بيحاول يقنعه إنه يبيع الورشة عشان يستفيد بفلوسها ويعمل مشروع. لكن باباه بينصحه يشتغل في وظيفته لأنها مضمونة وأفضل من المشاريع. ويونج مش بيقتنع بكلام أبوه لأنه شغال بقاله 30 سنة ولسه فقير، ده حتى ما عندوش عربية. ويانج بيدخل الورشة وبيشوف أخوه ووالده وهما بيتكلموا، وكان هيخرج لكن يونج بينده عليه وبيقوله إنه فاشل لأنه سقط 3 مرات في المدرسة ولسه بيحاول يدخل الجامعة، وبيقول له انه من المستحيل يدخل جامعة سيول. فيانج بيقول له انه ممكن يقدم في اي جامعة تانية. فيونج بيتعصب منه وبيطلب منه يسيب البيت ويشتغل ويصرف على نفسه لان ابوه مش مضطر يصرف عليه. فيانج بيقول له ان ما يتمناش يبقى زيه لما يكبر لانه متكبر ومغرور وبيكلم كل الناس باسلوب مش كويس وصعب، لكن يونج مش بيهتم بكلامه وبيفضل يهينه. فيانج بيمشي من الورشة وبيروح البيت عشان يشوف ايه شروط القبول في جامعة سيول، وبيلاقي انه لازم يتميز في مادة الرياضيات، فبيضحك لان دي المادة اللي بيسقط فيها كل سنة. وتاني يوم بيقابل صاحبه عشان يشتري منه موبايل، وبيسأل صاحبه عن صديقتهم سيون لأنها دايما بتيجي على باله، فصاحبه بيقوله إنه هيحاول يعرف عنوانها أو مدرستها الثانوية. وفي مدينة بوسان سيون بتكون شغالة مع مامتها في مكتبة لأنها فشلت تدخل جامعة وما كملتش دراستها. ويانج بيعرف من صاحبه عنوان سيون فبيكتب لها جواب وبيبعته على عنوانها وبيفكرها بنفسه وبيقول لها انه زميلها في المدرسة من ايام ابتدائي. فسوهي اخت سيون بتستلم الجواب وبتروح بيه لاختها سيون في المستشفى، وبنعرف ان سيون بتعاني من مرض مزمن بقالها فترة ومش بتقدر تتحرك ولا تتكلم. واختها بتقرا لها الرسالة، ولما بتخلص الرسالة بترد عليها بلغة الإشارة عشان تعرف تكتب له ايه، لكنها بتقول لها انها مش فاكره يانج. ويانج في الوقت ده بيكون بيساعد ابوه في الورشه، وابوه بيقول له ان الدراسه من غير جهد ممكن تسبب الفشل وان الدنيا مش سهله، لكن المهم انه يعرف امكانياته. وكمان بينصحه يشتغل الحاجه اللي بيحبها. وسوهي بتكون في المكتبه وبتتكلم مع صديقها اللي دايما بيحب يقرا كتب، وبتقول له انه لازم يتعرف على ناس ويكون عنده اصحاب افضل من الكتب. وبتكتب سوهي رسالة ليانج بدل أختها لأنها مش بتقدر تكتب، وفي الرسالة بتعتذر ليانج لأنها مش فاكراه زي ما سيون قالت لها وإنه أكيد اتلخبط بينها وبين حد تاني. لكن تاني يوم وهي بتبعتها في البريد بتقرر إنها تكتب رسالة جديدة وبتشكره إنه فكر فيها وإنهم ممكن يكملوا مراسلات لبعض لكن بشروط، زي إنه ممنوع يسألها عن حياتها أو يطلب إنهم يتقابلوا أو يسافر مدينة بوسان، وبتمضي باسم أختها سيون. ولما يانج بيقرا الرسالة بيفرح جدا وبيروح ورشة باباه وبيصنع كلب جلد شكله جميل وبيبعته لسيون. فسوهي بتروح المستشفى لاختها وبتوريها الهدية وبتقول لها ان صاحبها من المدرسة بعته وواضح انه شخص لطيف، وبتديها الكلب وبتخليه معاها. وبتستمر المراسلات بين يانج وسوهي لكن بشخصية سيون. وفي المدرسة أون بتكلم يانج وبتكلموا عن القدر والمعجزات، وواضح إنها معجبة بشخصية يانج. فيانج بيقول لها إنها عايشة في الخيال. ويونج بيروح يتكلم مع باباه في موضوع بيع الورشة لأن سعرها زاد وهتجيب مبلغ كبير وممكن يفتح له ورشة أوسع في مكان تاني، لكن باباه بيقول له إنه مش محتاج الفلوس. ويانج بيدخل فيونج بيسيبهم ويمشي، لكن يانج بيكلمه وبيقول له إنه مش عارف ينجح من غير فلوس باباه، وكمان بينصحه إنه يعتمد على نفسه ويبطل يطلب مساعدة من الغير. فيونج بيروح له وهو متعصب لدرجة إنه كان هيضربه. ويانج بيروح لصديقته أون وبيشوفوا فيلم سوا. وأون بتكون من عيلة غنية وممكن تتصرف في فلوسها اللي في البنك لأنها بقت 21 سنة، وبتشتكي له من زواج أبوها المتكرر بعد وفاة أمها وأخوها، لكن رغم كده هي لسه حابة الحياة. وسوهو بتبعت رسالة ليانج وبتقوله إنها زارت البحر النهاردة في طريقها وإنها مش بتشوفه كتير رغم إنها ساكنة جنبه. فيانج بيقول لأون إنه بيفكر يزور البحر،
فبتشده من ايده وبيسيبوا المدرسة وبيروحوا البحر وبيقضوا وقت لطيف سوا. ويانج بيبعت لسوهي مركب جلد صنعوا ليها وكمان صدفت بحر عشان تسمع صوت البحر. فسوهي بتكتب رسالة ليانج بتشكره على الهدية وبتقوله إنها تتمنى السما تمطر في مدينتها لأنها بتحب المطر. ويانج بيقرأ الرسالة وبيحس إنها شبهه لأن هو كمان بيحب المطر. وفي المستشفى سيون بتقول لسوهي إنها عاوزة تقابل يانج لأنها حبت هداياه واهتمامه بيها، لكنها ما تعرفش إن بين يانج وأختها رسائل شخصية غير اللي بتشوفها. فسوهي بتركب القطر وبتسافر لمدينة يانج عشان تقوله الحقيقة، وبتروح ورشة بابا لكن مش بتلاقيه لأن يانج بالصدفة قرر إنه يروح مدينتها لكنه ملقاهاش في المكتبة رغم إنه استناها فترة طويلة. فكل واحد بيرجع مدينته بالقطر فاقدين الأمل إنهم يقابلوا بعض. وبنروح لسنة 2011 ليانج في محل المظلات بتاعه بعد ما نجح إنه يكبر شغله، وبتزوره صديقته أون وبتحكي له إنها بتحاول إنها تبقى كاتبة لكنها كل مرة بتفشل. وبتكلموا عن ذكرياتهم أيام الدراسة لما كانت بتضايقه. وشافت المحل وأعجبت بشغله وقالت له إنه هيبقى غني في فترة قصيرة وبتودعه وبتمشي. وبنرجع تاني لعام 2003 لما سوهي بتكون مع مامتها وبتكلمها عن مرض أختها، وأمها بتقول إن سوهي مش هتقدر تستحمل المرض والدكتور قال إن بقالها أقل من شهر وتتوفى. وسوهي بتتضايق جدا عشان أختها. ويانج بيفشل في دخوله للجامعة فبيعيد السنة للرابع مرة على التوالي. وسوهي بتبعت رسالة ليانج فيها صورة أختها لكن من ظهرها وبتقوله إن عندها سر عاوزة تقوله، وبتطلب منه يقابلها عند مكان مدرستهم القديمة يوم 31 ديسمبر 2003. وبالليل بنلاقي أون بتتصل بيانج وبتعرض عليه تساعده في الدراسة عشان ينجح لكنه بيرفض. فبتقوله ما يزعلش لأنه بيملك حاجة أهم من الدراسة وهي الخيال والفن. وبيتمشوا في الحديقة وبيقول لها ذكرياته أيام ابتدائي وإنه ضعيف في الرياضيات من وهو صغير. وبيخلص اليوم وأون بتودعه وبتمشي. وسوهي بتكون بايتة مع أختها سيون وبتطمن عليها وبتقول لها إنها هتبقى كويسة. وبتبعت سوهي رسالة ليانج فبتقوله إنها عاوزة تقابله وبتقوله إن هي كمان عندها سر وعاوزة تقوله عليه، وبتوعده إنها هتقابله لو السما مطرت يوم 31 ديسمبر 2003. وتاني يوم في المستشفى بتتوفى سيون وسوهي بتكون حزينة جدا إنها مش هتشوف أختها تاني. وبتجيلها رسالة من يانج لكنها مش بتفتحها وبتسيبها مع بقية أغراض أختها قدام قبرها. ومامة سيون بتقرر تسيب شغل المكتبة وتسافر تغير جو وبتودعها. وسوهو بتكتب رسالة ليانج بتعترف فيها إنها أخت سيون وإنها هي اللي كانت بتكتب الرسائل، وبتعرفه إن سيون اتوفت لأنها كانت مريضة بمرض مزمن وبتطلب منه يسامحها لكنها بتغير رأيها ومش بتبعت الرسالة. ويانج بيقابل يونج اللي بيحكي له إنه انفصل عن زوجته وبيكمل أكل بكل برود. فبيستغرب يانج من برود أخوه بيسأله عن أطفاله فبيقول له إنهم هيفضلوا مع مامتهم. فيانج بينصحه إنه لازم يبقى يشوف ولاده لكنه بيقول كده أفضل. فيانج بيديله مظلة صنعها بنفسه وبيعرفه إنه أصبح صانع مظلات وبيودعه وبيمشي. وبالليل أون بتعدي على يانج وبتعرفه إن أبوها توفى لكن السما مطرت في جنازته. فبيديها يانج مظلة وبتعجبها فبتشكره وبيبان عليها إنها حزينة لأنها معجبة بيه وعارفة إنه مش بيحبها فبتتمنى له السعادة في حياته وبتودعه وبتمشي. وبنرجع للوقت الحاضر سنة 2011 ويانج بيروح يسأل عن سيون في المدرسة لأنها بطلت تبعت له رسائل من 2003 لكن الموظفة بتقوله إنها توفت من 2003 لأنها كانت مريضة بمرض مزمن. فيانج بيتصدم جدا وبيزعل لأنه كان بيحبها رغم إنهم كانوا بيتواصلوا عن طريق الرسائل فقط. رغم كده بيفضل كل يوم 31 ديسمبر من كل سنة بيستنى يشوفها مع إنه عارف إنها متوفية ومش هتيجي لكنه حاببها حتى لو في خياله. الفيلم ده سجلته ميرنا النجار منتج إسلامي الجنيدي وهستنى رأيكم في التعليقات. ولو حابين نلخص أي فيلم أو مسلسل اكتبوا لنا اسمه في التعليقات. ومن هنا للفيديو الجاي ما تنسوش لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.